عدى الفشل. ايه يعني لو وقعت؟ ايه يعني لو خسرت جولة من جولات حياتك؟ ايه القضية؟ ايه المشكلة ان واحد منكم يقع وقعة يا جماعة؟ الفشل هو احد مكونات الخلطة السرية للنجاح. ايه القضية انك انت تقع مرة؟ اوعى الفشل يكسرك. اوعي فشلك مرة واثنين وعشرة في طريق تحقيق احلامك وطريق نصرة رسالتك يكسرك. اتحدى الفشل. محمد الفاتح خد الجيش الاسلامي اول ما بقى خليفة وطلع يفتح القسطنطينية، كله وراه وكله بيهتف بالهتافات وراه. قال اول طريقة هنعملها نحاول نضرب الاسوار. جه يضرب فشل، معرفش. قال هنجيب سفن ونحاصر القسطنطينية من البحر. حرقوا له السفن بتاعته، وكل ده والجيش بيتقتل، وكل ده والانصار حواليه بيقلوا، وكل ده والمعارضة ضده في الجيش بتزيد. قال طب نحفر انفاق من تحت الارض وندخل لهم منها. اكتشفوها، حرقوا الجنود وقفلوا الانفال. قال طب نجيب قلعة خشبية 4 ادوار نحط الجيش فيها ويهجم على السور. حرقوا له ال4 ادوار وقتلوا الجنود. طب اعمل ايه؟ طب ايه اللي يعمله؟ 59 يوم من العزيمة المتواصلة، وكل 3-4 ايام فشل وجنود يتقتلوا واصوات معارضة تزيد. ما يقسش، ما اتكسرش قدام كل المحاولات دي. عزيمته ما يقسش. في النهاية قسم الجيش ل4 جيوش. جيش هيهجم من 12 بالليل ل2 الفجر، وجيش من 2 الفجر للصبح، وجيش من الصبح لنصف النهار، وجيش لحد الظهر. وهو نزل في الجيش الرابع بنفسه. وفي اليوم ال59 ربنا فتح القسطنطينية. يعني القضية ايه؟ يعني القصة اوعى الفشل يكسرك. اوعى تجربة صعبة في حياتك تكسرك. اوعى تجربة أليمة في حياتك تكسرك. اوعى تجربة مريرة او موقف صعب عديت عليه او حلم كان نفسك فيه وفشلتي. اوعوا الفشل يكسركم، لان احنا عايشين في امة مهزومة. احنا عايشين في ظروف صعبة. احنا مركب حياتنا ومستقبلنا بتجدف في وحل، مش بتجدف في مية. طبيعي انك تفشل، بس اوعى تتكسر. اتحدى الفشل.